السلام عليكم. قومي هاتي كيس اسود من بتاع الزبالة الكبير ده وتعاليلي. هنعمله النهارده حركة هتسهل علينا كل اللي جاي، خصوصا لو انت هتعملي تنظيفة عميقة زي اللي هنعملوها في العيد الايام دي. لو انت اول مرة تشوفيني، انا ام المعتصم ودي قناتي، هنعمل عليها روتين صعيدي مغفلق. لو ما عملتش لايك اعملي اللايك، هيدعمني ويرفع الفيديو. لو ما اشتركتيش في القناة اشتركي ونوريني وكبري عيلتي. ويلا بينا نبدأ. صحيت لا بيا ولا عليا وعايزة نبدأ التنظيفة بتاعة العيد، وشايفة البيت قدامي. بصي، حالته صعبة، يعني حالته صعبة جدا، ومش عارفة نبدأ من وين. والله ما عارفة أنهي ركن نمسك نبدأ فيه. راحت جت في بالي الفكرة دي، قلت يا بنت قومي هاتي كيس أسود كبير وابدأي بكده. ورحت دخلت على ركن في البيت، مسكت اول حاجه النيش. بصوا النيش عندنا قريب قريب من الايد، اي حاجه في ايدي انا امسكها نحطها في حته معينه كده في النيش. اي حاجه انا امسكها. رحت جبت الكيس الاسود، واي كراكيب ما لهاش لازمه. بصوا عاد جمدت قلبي، عشان احنا فينا طبع ان الحاجه اذا ربما هنحتاجها، يمكن نحتاجها. روشته قديمه يمكن نحتاجها، علبه قديمه يمكن نحتاجها. رحت مسكت طلعت كل الورق وكل الحاجات وكل حاجه ما لهاش لازمه، فرستها وطلعتها. دخلت الحمام. بصوا، ده دش قديم انا مش عارفه ايه لازم، والله اشترينا غيره جديد، بس ده قاعد عندنا كده ايه يعني زي حب امتلاك، خلينا حب امتلاك مش اكتر يعني. مسكته في الكيس، لا كفاياك انت عاد، تعالى يلا ادخل تبع الكيس. لميت كل الكراكيب، علب فاضيه قاعده ليه، بتاعة باظت ما استخدمتهاش فيها كتير بس بايظة، يلا تعالى يترمي. فرش قديمة مخليها، قال ايه إذا ربما نحتاجها في التنظيف. طب ما انا جايبة فرش للتنظيف يا اخوانا والله، يعني مش عارفة ايه الداء الباطل اللي فينا ده. يلا عبي في الكيس. رحت بعدين دخلت على التسريحة، الدرج ده برضه قريب من الايد، علاج نحطه، كريمة نحطه، فرش شعر نحطه، توك نحطه، كراسات اقلام، كل حاجة نحطها في الدرج ده. رحت مسكت الدرج ده، قلت لقيت تعالى جا دورك كفاية. وخدت معايا كيس الاسود اللي عمال نحط. بص القلامة دي هتختفي سبحان الله لما نجوا عايزين قلامة، لا معليش ما انا مش لاقي قلم اصلا. رحت المهم مسكت فرست صفصفت على كم حاجة، فضيت كل اللي في الدنيا، راقت خالص. يعني عارفين لما نتخلصوا من الكراكيب ونلموا الكراكيب، لا تحس الأجواء توضح قدامك وكده، والدنيا توضح قدامك. المواضيع تبقى سهلة، المواضيع تبقى سهلة خالص يعني والله. فجيت قلت بالمرة يا بت، أول ما لميت الكراكيب أصلا يعتبر فضيت الدرج، رحت كنست بالجاروف، وجبت قماشة مبلولة وإيه، ورحت نظفتها وروقتها ورتبتها تاني. إحساس إني أنا أنعمل المكانات الزحمة والمكانات اللي فيها كراكيب كتير وكده، إني بدأت بيها وتخلصت من كل الكراكيب. لا ده إحساس اداني إحساس بالراحة كده، وإني أنا عملت حاجة بصراحة، إني أنا عملت حاجة يعني، أنجزت كده. تمام. قعدت نمسك ركن في البيت، اكتر مكان عارفه فيه لامم كراكيب، اكتر مكان عارفاه لامم فيه حاجات ما لهاش لازمه. رحت دخلت عليه وعملت فيه. جيت بعدين دخلت على ايه، بصوا ده كمان، ده بايظ، ده عقد نور بتاع رمضان وبايظ، والله بايظ مش هيشتغل. انا ليه محتفظه بيه مش عارفه، رحت جمدت قلبي ورميته. بعدين دخلت على الجزامه، هي تربو بس انا عاملاها جزامه لاني ما عنديش جزامه. عندي كوتشيات قديمه للعيال، شايلاها عندي لسبب لا يعلمه الا الله. والله العظيم مش عارفة ليه السبب، ليه شايلاهن. جبنا جديد وجبنا بعديه تاني جديد، وبرضه قاعدة محتفظة بيهن. قلت لا ما بدهاش، رحت فضيت كل اللي في التربو ده، ورحت صربته عزلته كله. ده اللي ينفع ونلبسوه، ده اللي مش هينفع ومش هنلبسوه، مش هنلبسوه بأي شكل من الأشكال مستحيل يعني. رحت عبيته في كيس، لقيت الكيس الأسود مش مكفي، استعنت بكيس تاني بصراحة. خدت التربو عاد إيه، قلت بالمرة أنا حرجع في الجزم اللي أنا استخدمها بعد ما عزلتها، فترجع فيه نظيف. رحت خدتها تحت الدش، مليش حل معايا غير إنه هو تحت الدش. خدتها تحت الدش وديتها على الدعكة نظيفة وغسلة نظيفة، ونزل يامع، نزل ياما والله العظيم. المهم بعد ما دعكته وغسلته كده وطمنت إنه هو انضف تمام، جبت قماشة ونشفته، لأني مش هنستناه يصفى، أنا ما عنديش وقت أصلا يعني. رحت بعدين نشفته ولمعته كده وايه، عاد خليتها عروسه يعني بصراحه. ورحت جبت الكوتشيات اللي انا عزلاها الكويسه اللي احنا انلبسوها، اللي مش انلبسوها حتى لو كويسه اتخلصي منها اديها لحد، لو هي تصلح ان هي تتلبس، ان هي يتم استخدامها اديها لحد محتاجها، ان هي لا تصلح تمام ارميها في الزباله. وما خليتش الا الكوتشيات اللي احنا هنستخدموها بس. نفس الموضوع دخلت على الدولاب فيه هدوم احنا محتفظين بيها والله ما نستخدموها، برضو عملت فيه نفس الفكرة. بس أنا هنا استعنت بشوالة لأن الموضوع أكبر مني، يعني الموضوع زاد مني. بس فعلا جيت في الآخر حسيت إني أنا عملت إنجاز كبير، إني أنا تخلصت من كمية حاجات
عاملة طاقة سلبية في البيت أصلًا، الكراكيبة تعمل طاقة سلبية، إن أنا حسيت المكانات رايقة، التربو بتاعة الجزم رايقة، الدولاب رايق، الأدراج بقيت رايقة، الدنيا بقيت رايقة وواضحة قدامك، إن أنتِ تعرفي بعدين تنظفي، تعرفي تشتغلي، تعرفي تتحركي. فعلًا الموضوع هيفرق جامد، جربوها وقولوا لي إيه رأيكم. بصوا أنا مش عايزة نطول عليكم، مش عايزة نرغي كتير. لو عجبتكم الفكرة اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة ونوروني واعملوا لي تعليق ادعوا لي فيه. والسلام عليكم.